السلام عليكم يا جماعة. بصوا يا جماعة، الفيديو ده بس حاجة كده صغيرة وهياخد وقت قصير، فاللي عايز يتعلم حاجة للمستقبل وخايف على نفسه وعايز يكبر في السوق في المجال اللي احنا فيه ده ويتعلم حاجة، أرجو اللي انتوا تشوفوا الفيديو ده كويس. تمام، عشان الفترة اللي جاية علينا دي مش هتكون ألطف حاجة. فخلي بالكوا، خلي بالكوا الفترة دي هتكون فترة صعبة، والكبير فيها هيبان والصغير فيها هيبان، وربنا يكرم الجميع إن شاء الله. بصوا يا رجالة، ده سهم إيديتا على التايم فريم الأسبوعي من فترة قديمة شوية. حلو. طيب، سهم إيديتا على حسب التحليل الشخصي بتاعي أكد على الصعود بالظبط من بداية شهر سبتمبر 2024، لما عرف يغلق بإغلاق أسبوعي فوق الخط اللي باللون البرتقاني ده. الخط اللي باللون البرتقاني ده اللي عندي سعر 14 جنيه و495 قرش. تمام اهو، لما عرف يغلق فوق الخط البرتقاني المفروض السهم يطلع. جميل، المفروض السهم يطلع. بس زي ما انت شايف السهم قعد فترة طويلة قاعد بيصحح وبيجمع لأسفل. خلي بالك، قاعد بيجمع وبيصحح لأسفل، بيديلك إيحاء بالهبوط. فكان أصولا السهم ده تشتري فيه على كميات وعلى انخفاضات. أي منطقة سعرية في الانخفاضات تعجبك ممكن تشتري فيها حتى لو ماركت أوردر، تجمع في سهم زي كده. والسهم قاعد يجمع من بداية شهر سبتمبر 2024، لما أنا قلت لك إن السهم أكد على الصعود من المنطقة دي. وبعد كده السهم انفجر وعمل ارتفاع 108%، وواضح قدامك على الرسم البياني. تمام. والموجة بتاعته أهي، هي برضه سهم ايديتا على التايم فريم الاسبوعي على اشاره الار اس اي بتاعتي. الفتره دي كانت فتره تجميعيه، الفتره دي كانت فتره تجميعيه لاسفل، لحد ما عمل الموجه بتاعته وصل لفوق المستوى 70 ار اس اي. وواضح على مؤشر الار اس اي على التايم فريم الاسبوعي، والمنطقه دي هي اللي عمل فيها ارتفاع 108%. جميل. فخلي بالك الفتره اللي جايه دي هتكون صعبه شويه، وهتكون فتره خاصة بالنفس الطويل وخاصة بالمحترفين. فخلي بالك، في أسهم كويسة موجودة في السوق ممكن تجمع فيها في أي انخفاضات في الوقت اللي احنا فيه ده. جميل. الأسهم دي، وخلي بالك إيديتا مش تبعهم، إيديتا أنا بدي حيالله مثال عليه. تمام. وخلي بالك زي ما بقول لك في أسهم حاليا جوه السوق جيدة للتجميع في أي انخفاضات. حلو. تقعد تجمع معاها وتخلي نفسك طويل معاها، وهتكسب منها مكسب كويس آجلا أو عاجلا. تمام. وأرجو اللي الناس تبتعد على أسهم المضاربات أو أي حد له طريقة مضاربية قائمة على وقف الخسارة أو قائمة على الريسك. حاول بقدر الإمكان تبعد عن الأسهم اللي زي كده، أو تاخد بعضك وتطلع بره السوق وما تشتريش يا عم أسهم. تمام. لأن الفترة اللي جاية علينا دي والفترة اللي احنا فيها دي فترة مش هتكون بتاعت الناس دي. تمام. فخلي بالكوا على بعضيكوا. وعايز أكد تاني، أنا ما زلت جوه السوق بكل فلوسي، محفظتي جوه السوق بكل فلوسي، ومعايا أسهم كويسة بتشتغل في زون عرضي، وهكسب منها إن شاء الله، ومتأكد مليون في المية آجلا أو عاجلا. فأنا عارف أتحكم مع الأسهم دي، وعارف أتعامل مع وأحسن إدارة الأسهم اللي أنا شاري فيها. وأنا شاري في سهمين، سهم شيني وسهم العربية الحليجي القطان. الاتنين دول انا مجمع فيهم وقاعد فيهم ومش مخسرين لي حاجة، بغض النظر على ان المحفظة بتاعتي مدونة 3 4% داون احمر. بس برضو انا في زون حلو ومش متعور جامد. تمام. وخلي بالك كمان من حاجة تانية، لو في يوم من الايام انت قعدت في سهم بالمنظر اللي انت شايفه ده في ايديتا، اي حد يجي يطلع لك لسانه ويقول لك انت قاعد محبوس في السهم، قول له يا باشا انا قاعد في السهم وعايز اخسر فلوسي. تمام. لان لعبة اسواق المال او مجال اسواق المال مش بيتلعب خالص على الكلام اللي بنشوفه ده واطلع بالسهم ووقف الخسارة بتاعك والكلام اللي زي كده. السوق اساسه، السوق عشان تكبر فيه وتعرف اساسه ايه، السوق يا باشا اهو زي ما انا ما موضح لك. بتشتري سهم وبتجمع فيه، او ربنا بيكتب له وبيطلع على طول خط لازق زي الامثله الكتيره اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وفي اسهم تانية ربنا بيكتب لها ان هي تجمع وبتدي لك ايحاء بالهبوط. الاسهم دي ممكن تشتري فيها. وهو ده السوق، وهي دي حقيقة السوق، لأن الأيام والسنين والشهور متقلبة.
في ايام هتلاقيها حلوة وفي ايام هتلاقيها وحشة عليك، فهتقعد تعمل ايه؟ كل شوية وقف خسارة، ادخل صفقة، وقف خسارة، خش الصفقة دي، طب ايه، طب اشتري في كذا سهم، طب اشتري تراكمي، طب اشتري معرفش ايه. لا، الكلام ده يا باشا ما ينفعش، والمرحلة دي مش بتاعتك، والوقت ده مش بتاعك لو انت خايف من السوق او قلقان من السوق. جميل، فربنا يكرمكم ان شاء الله، وكل واحد يخلي باله على نفسه، وربنا يكرمكم.